ولن نخون عهد الله لن نخون ولن نخون القضية ولن نخون القضية وعد الله لن نخون عهد الله لن نخون ولن نخون القضية عهد الله القضية وعد الله لن نخون عهد الله لن نخون وفلسطين في العيون فلسطين في العيون وفلسطين في العيون فلسطين في العيون الله أكبر عاصفة الله أكبر عاصفة الله أكبر عاصفة الله أكبر عاصفة وللمحتل ناسفة للمحتل ناسفة وللمحتل ناسفة للمحتل ناسفة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله مطبع عدو الله مطبع عدو الله الصهيوني عدو الله صهيوني عدو الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله والمحتل عدو الله هاشمي هاشمي والمحتل عدو الله يلا حمزه المحتل عدو الله دخل حمزه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بدات الصفكاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امان الاستاذ امان تحية لكل الحاضرات لكل الحاضرين ازيد معنا من مختلف الأطر الصحية، ممرضين، صيادلة، مسعدين، تقني الصحة، أطباء وجميع المهنيين العاملين بقطاع الصحة ببلدنا الحبيب. في إطار أنشطتنا التضامنية نحن كالتنسيق المغربية أطباء من أجل فلسطين ننظم هذه الوقفة اليوم الأحد 22 أبريل 2014 2024 ذلك ل 2014 والتأسيس، قريبا في غشت المقبل إن شاء الله 10 غشت سنحتفل بالذكرى العاشرة، الذكرى العاشرة لتأسيس التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين. في هذه الوقفة نجدد تضامننا اللامشروط مع أهلنا في غزة، كل أهلنا في غزة، أطفال، شيوخ، نساء، كل مدنيين العزل. نجدد نداءنا مع الأطقم الصحية ومع طواقم الإسعاف، ونجدد كذلك تنديدنا بالجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العزل وفي حق المستشفيات وفي حق الأطر الصحية. عادة المستشفيات تكون بعيدة عن الخروج، لكن الاحتلال الصهيوني في أمر غير مسبوق دمر معظم المستشفيات. الآن مجمع الشفاء خارج الخدمة، مجمع ناصر خارج الخدمة، معظم المستشفيات، معظم المؤسسات الصحية خارج الخدمة، لأن الاحتلال الصهيوني يستهدف الحياة ويرمي إلى تهجير أهلنا في غزة إلى مكان آخر، لكن من يحقق هذا الهدف إن شاء الله عز وجل 205 يوم 205 أيام من الإبادة الجماعية، 205 أيام من الصمود، 205 أيام من خذلان البعض. حقيقة نحن نخجل من أنفسنا أمام هذه، قلت 205 أيام من الإبادة الجماعية، من المجازر. نقول إن يفرغنا صوت المدفع ولن نسمع أبدا صوت المدفع، فما بالك من يسمع الأصوات، فما بالك من يرى الأطفال، وما بالك من يرى الشيوخ، فما بالك من يرى النساء، فما بالك من يرى المنازل مهدمة. لكن ولله الحمد نرى هذا الصمود في أهلنا في غزة، لأنه شعب يؤمن بقضيته، ومن القضية الفلسطينية قضية عادلة بكل النواحي ومن مختلف وجهات النظر، قضية عربية، قضية إسلامية، قضية إنسانية. حتى الناس الذين لا يشاركون معنا في الدين ولا في اللغة يناصرون هذه القضية لأنها قضية عادلة. في بريطانيا، في بولونيا الآن المظاهرات الطلابية، في أمريكا وفي كثير من الدول الأوروبية تنهض الآن لنصرة شعبنا وأهلنا في غزة.
نحن كتنسيقية مغربية أطباء من أجل فلسطين في إطار أنشطة تضامنية كنا قد أعلنا عن فتح يعني باب يعني جمع الأدوية وجمع المعدات الطبية والجراحية ما زلنا على عهد العهد، كما كذلك راسلنا وزارة الصحة منذ 15 نوفمبر الماضي قصد إقامة مستشفى. إذا كما فتحنا لائحة للمتطوعين للذهاب إلى غزة ولحد ساعة كنا تقريبا الآن حوالي 85 متطوع ومتطوعة من مختلف الأطر الصحية. نحن منفتحون على كل المبادرات الوطنية وعلى كل المبادرات الدولية للذهاب إلى غزة، لكن في نفس الوقت نحن مسؤولون. أول خطوة هو وقف العدوان، وبالمناسبة نطالب كخطوة أولى بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في غزة. كذلك حتى نبقى فقط نحن يعني إن شاء الله سننظم في مطلع يونيو المقبل مؤتمرا دوليا سنحاول فيه جمع مختلف الهيئات الصحية الدولية، وذلك الهدف منه هو تفعيل مسارات عملية خاصة الدعم الإنساني بصفة عامة، وخاصة الدعم الصحي. فلسطين غزة لن تحتاجنا اليوم فقط. في فلسطين غزة غير واحد منطقة، في القدس، في المسجد الأقصى، فلسطين ستكون قضية عمر. نسأل الله عز وجل من موجود حتى نشهد النصر إن شاء الله، وحتى يعني نصلي في المسجد الأقصى، وما ذلك عند الله ببعيد. لا تخفي لا وقفة ولا مظاهرة ولا ندوة ولا مسيرة ولا مؤتمر، بل يجب أن يكون عمرنا كله فداء لفلسطين. غزة الآن في الواجهة الأمامية ونحن في الواجهة الخلفية. حينما ينتهي الاحتلال الصهيوني من غزة، لأن كما يقول من البحر إلى يعني من النهر إلى البحر، ففلسطين كلها تحت يعني هدف للاحتلال الإسرائيلي. نفس الشيء كذلك الدول العربية كلها هدف للاحتلال الصهيوني. بالتالي هذه القضية ماشي فقط بدأت بعد 7 أكتوبر. 7 أكتوبر أعاد فلسطين إلينا وأعادنا إلى فلسطين. كنا غادي في واحد مسلسل ديال التطبيع خطير جدا. كنا غندرزوا بيناتنا. هذا داير مؤتمر علمي حضر ليه المؤتمرين من الدولة ومن الكيان المحتل، وسنبقى نقف نتظاهر ضد التطبيع. الحمد لله 7 أكتوبر سوف الأقصى أعاد فلسطين إلينا وأعادنا إلى فلسطين. أوترومون دي ماشي غزة محتاجين، احنا محتاجين إلى غزة. هؤلاء قوم اصطفاهم الله عز وجل في تلك المنطقة، كلهم مشاريع شهداء. احنا نبذل شوية من الوقت ديالنا، من المال ديالنا، من يعني تضحيات ديالنا باش ما يكتبناش الله عز وجل من المتخاذلين، باش يكتبنا الله عز وجل من الذين نصروا هذه القضية الفلسطينية ولو بالقليل. هذه المظاهرات ولا هذه الوقفات ما تحسبوش انها هي سياسة، بالعكس هي واحد البلسم للمقاومة الفلسطينية، هي واحد البلسم لأهلنا في غزة، لأنهم يشعرون بأنهم ماشي مهلكين، يشعرون بأنهم محميين من طرف أمتهم وفي حضن أمتهم العربية والإسلامية. والحمد لله المغرب في مقدمة هذا الحضن، لأنه دائما يعني كاين مظاهرات وكاين مسيرات وكاين وقفات لنصرة القضية الفلسطينية. غزة رمز العزة، غزة رمز العزة، غزة رمز العزة. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! ولن نعترف بإسرائيل! غزة رمز العزة! غزة رمز العزة! الحمد لله شدت الحمنا، ما كاينش لا صهد لا والو، ما محتاجين لا كاسكيطات لا الماء. المهم محتاجين فقط لأصواتنا ولوقتنا إن شاء الله نصرة اللي قد أعيد وأكرر بأنه قضية فلسطينية هي مشروع عمر.
ماشي دابا ما غيتعيش بعد طوفان الاقصى. هو مشروع عمر ان شاء الله. نوطن انفسنا باش تكون هذه القضيه الفلسطينيه يعني في محور الاهتمامات، يعني محور الاهتمامات ديالنا. وحنا اكيد نصر الله عز وجل قريب، ما ذلك عند الله ببعيد. البوادر كلها تلوح في الافق. شاهدوا ما يقع الان في الاحتلال الصهيوني، يفرق القلب، يكفي لتفكك. وغادي ان شاء الله من تفكك الى تفكك، ومن غزه ستكون من نصر الى نصر رغم الآلام ورغم الدماء، لان الان غزه تتبرع بدمائها الى الامه العربيه والاسلاميه لتحيي هذه الامه من عصيت. الله أكبر. هذا هو الله أكبر. هما ربما في طوفان الاقصى اللي اختاروا طوفان الاقصى ربما لم يفكروا بزاف ديال الشيء اللي وقع، ولكن سيدي غيختار واحد من آلات اتجاهات في اتجاه النصر المبين. تكون عندنا اليقين بالنصر، ونكون احنا واحد جزء يسير من المساهمين في هذا النصر، حتى إذا ما شفنا احنا نورثه لاولادنا ان شاء الله ولغير منهم بعدنا. ولكن ما نكرهوش نحن نشوفوا المسجد الاقصى مستهدفين، وما نكرهوش ان شاء الله يكون الامر بايدينا وبايدي يعني المقاومين وبايدي اهلنا في غزه. خير ان شاء الله. ما نختتم به هو قراءه الفاتحه ترحما على ارواح الشهداء، كل الشهداء في غزه وفي سائر الأراضي المحتلة وفي كل الدول العربية والإسلامية التي تناصر الآن قضية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلتقي إن شاء الله في محطة تضامنية مقبلة بقوله.